مشكلة بتقابلك لو انت ديزاينر لسه مبتدئ او حتى يعني في نص الطريق، ان انت مش بتلاقي الالوان بتاعتك ظابطة على بعضها، متقدرش ان انت تظبط درجة اللون بالظبط. عشان كده انا جمعت لك كام ويب سايت. الويب سايت دي هتساعدك جدا ان هي مجهزة لك تمبلتس لايقة جدا على بعضها، وتقدر كمان ان انت تطلع منها افكار كتيرة قوي. فمن غير كلام كتير يلا بينا نطلع ونشوف ايه هي الويب سايتس دي. ادوبي كولر. وهندخل على ادوبي كولر. هتقابلك هي كرييت. يعني ايه كرييت؟ يعني ان انت هتبدا ان انت تصمم او ان انت تعمل الباليت بتاعتك بنفسك، واحنا مش جايين عشان كده خالص. وبعدين هيبقى فيه هنا اكسبلور، ان انت هتكتشف بعض من الالوان، ودي برضه اللي احنا مش محتاجينها. هنروح على اللي احنا محتاجينه اللي هو الترندز. هنتكي على الترندز اللي هنا دي، سواء على فكره تقدر تشتغل من الموبايل او من اللابتوب، بنفس الوضعيه وبنفس البروسيس اللي احنا لسه شغالين عليها. هتلاقي في كذا أيقونة فتحت لك، شبه أيقونة الفاشون، شبه أيقونة الجرافيك ديزاين، شبه حاجات كتير قوي. وهنا يعني القسم الأقرب إلى قلب اليو اي واليو اكس، وحاجات كتير جدا جدا جدا. تقدر ان انت تدخل وتلاقي التمبلتس المفضلة ليك او التمبلتس اللي انت تشتغل بألوانها. طيب ان احنا حبينا مثلا القسم بتاع الجرافيك ديزاين، فاحنا هنيجي هنا هنلاقي فيه تحت حاجة اسمها فيو مور. نبدأ إن احنا ننزل. طول ما انت بتنزل بالسهم لتحت، كل ما انت بتلاقي تمبلتس كتيرة جدا. وكمان الأفضل هنا في أدوبي إن هو مديلك التمبلتس، وكمان مديلك عليها الشكل، يعني الديزاين اللي احنا مختارين منه الألوان دي. تمام. الفكرة هنا بقى، اوكي يا شوشو، انا لو عجبني التمبلت دي مثلا وعايز اختارها، فانا ازاي هبدأ ان انا اجيب الالوان ديت على الديزاين بتاعي؟ سواء انت بتشتغل من اي ابلكيشن بتاع ادوبي فوتوشوب، الستريتور، ان ديزاين، افتر افكتس، اي ابلكيشن بتاع ادوبي او فيجما او حتى كانفا، تقدر ان انت تعمل الحركة البسيطة دي. اول ما السهم بتاعك بيجي على اي حاجة انت محتاجها او اي كولر انت عايزه، هتلاقي اتحول الرقم اللي تحت ده شباك F2D64B، هتلاقيه اتحول لكلمة كوبي. فانت تبدأ ان انت تاخده كوبي، وبعدين هو خلاص اتحفظ عندك. هتروح تعمله بيست عند الابلكيشن اللي انت بتشتغل عليه فقط لا غير. تمام. ده كده بالنسبة لنا كان أول ويب سايت، والصراحة أنا بحب الويب سايت اللي بعده أكتر. الويب سايت اللي بعده هنيجي هنا على جوجل وهنكتب color hunt HUNT. color hunt هنا هو الأقرب إلى قلبي. ليه؟ في كمية من الألوان كتيرة جدا 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 جدا. الألوان حلوة قوي، وتقسيمة الويب سايت اللي هنا دي تحفة. هنا دايما الايقونه اللي هنا كده دايما بتجيب لك الحاجات الجديده، التمبلتس اللي لسه معموله جديده. حتى هنا مثلا دي اجدد تمبلتس اتعملت من 12 ساعه، ودي اتعملت امبارح، ودي من يومين. وهنا بتلاقي اللايكس اللي اتحطت عليها، وانت لما بتعمل لايكس على حاجه او لايك على حاجه، انت بتضيفها للحاجات اللي انت معجب بيها علشان ترجع لها بعد كده. في عندنا حاجة هنا اسمها بوبلر، الحاجات الشائعة أكتر، الشائعة في الشهر، الشائعة في اليير، السنة، الشائعة طول الوقت. وفي عندنا كده أيقونة تحتها. طيب الحاجة بقى المفضلة بالنسبة لي هي إيه؟ إن أنا مثلا لو داخلين على فصل الشتاء، وأنت مثلا بتشتغل في حاجة تبع الفاشون أو الأزياء يعني، فأنت طبعا في عندك كوليكشن. الكوليكشن ده كوليكشن بتاع الشتاء مثلا، فهتيجي على طول هنا تعمل warm أو هتعمل cold، سوري كول. فهتبدأ ان انت تجيب الالوان اللي عندك ليها علاقة بالشتاء، وتختار ايه هو الكوليكشن او ايه هو الباليت اللي لايقة على التصميم بتاعك وتختاره. طيب اوكي، انا عجبني الباليت دي مثلا، هختارها ازاي؟ هتتك على الباليت عشان تفتحها، ونفس الحكاية بالظبط. كل كولر هنا ليه رقم. تمام. فانت اول ما خلاص انا حبيت الكولر ده، هو ده اللي احنا هنستخدمه، فانت خلاص هتتك عليه وتاخد معاك كوبي، وهتروح تعمل بيست في اي ابلكيشن زي بالظبط ادوبي. الحاجه الثالثه اللي عندنا هي اليو اي. هنكتب يو اي بالظبط، gradients.
وهيبدأ إن هو يفتح معاك. هنا أفضل حاجة أو إحنا ليه بنستخدم الapplication ده أو الويب سايت ده، بنستخدمه لمّا إحنا نكون عايزين تدرُّج للألوان بشكل حلو وشكل لائق أكتر. فبنبدأ إن إحنا بنجيب الألوان اللي هي لايقة على بعضها، وفي نفس الوقت نقدر إن إحنا نعمل لها تشابك أو إن إحنا نعمل لها تدريج في الألوان، ودي بنحتاجها كتير جدًا لو إحنا بنشتغل في الUI والUX. تمام؟ فالمنظر ده كده. طب أوكي، أنا هاخدها copy. هتاخده copy إزاي؟ رقم الcolor فوق أهو، يا دوبك بس هتعمل كده فأنت خدته copy، رقم الcolor اللي هنا ده هو موجود فوق أهو، اللي هو شباك FFFCDC. هتاخده فقط copy وهتروح تعمل له paste في الapplication اللي أنت بتشتغل عليه. نيجي بقى على آخر حاجة واللي هي Canva Color. Canva Color هنا ادّت لك برضه مساحة كبيرة جدًا، جدًا إن أنت تختار الألوان اللي تعجبك. فإحنا بالحاجات الكتيرة دي إحنا مش هنختار غير Canva sorry Color Palette Ideas فقط. تمام، هنتَّك عليها عشان تتفتح. هننزل تحت شوية هنلاقي كمية ألوانات عندنا رهيبة يا جماعة. أحسن حاجة في Canva Color إن أنت لو اتّكيت مثلًا على الpalette دي، طبعًا أنت شايف كمية الlikes اللي عليها، فده يعني رقم رهيب جدًا. هو هنا بيدّي لك صورة اللي جاب منها الألوان دي، وبجد بتحس إن هو واو! فإزاي هاخد اللون اللي هنا، يا دوبك بس هتروح بالmouse بتاعك على اللون هتلاقيه اتعمل copy وخلاص، أو تنزل تحت وتعمل كده وتاخدها copy. لكن هو canva هنا سهّل لك الموضوع خالص. أنت حبيت اللون ده أوكي، تَك عليه فقط أنت خدتها copied خلاص، وتروح تعملها paste. معانا دلوقتي 4 مواقع، وال4 مواقع دول كافيين إن هم ينقلوك نقلة كبيرة جدًا في عالم الdesign. ولو محتاج كمان web site علشان تدخل في الأيقونات بتاعتك تكون مجانية، وكمان تغطية بصرية for free. ولو حابب إن أنت تعرف شوية تفاصيل عن الgraphic design ما تنساش إن أنت تتابعنا علشان إحنا نزّلنا الround الرابعة للتعلم من الصفر graphic design مع الشيماء أيمن. باي.